الفل والورد والياسمين والعنبر والرضا والرياحين كلها 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 على احلى متابعين في الدنيا حبايبي اللي انا بحبهم واموت فيهم. النهارده صحيت متاخره ولازم اعمل فطار، فتعملي ايه يا دينا؟ تعملي ايه يا دينا؟ قلت هعمل بابا غنوج وبيض وخلاص على كده. البابا غنوج انا شويت بتنجان اهو، بس انا هقطع الحته دي، هقطعها كده، هقطع وشويت قرن فلفل حر وقرن بارد تمام، وفقعت 4 بيضات اهو، وقطعت طماطمايه عشان احطها على البابا غنوج، ولسه خليط التوم. اوكي، بس قبل ما نبدا بقى نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه وازكى السلام. حبيبي يا رسول الله، اللي ما عملش اشتراك يعمل لي يا حبايبي اشتراك، واللي مش عايز يعمل او يعمل لايك دعوه حلوه ولو بالمثل. ده يا حبايبي خليط التوم بالفلفل، هحط منه معلقه تمام، وهننزل بالطماطم اهو. كل ده في الهاند بلندر هيتعمل، وايه وعليه معلقه طحينه اهو يا حبايبي. حطينا معلقه الطحينه وحطينا الملح تمام. هنا بقى انا حطيت معلقه سمنه حلوه كده تمام، وهنا بواقي جبنه من جبنه ابو عاطف وعارفها الجبنه ام دود، بس لا والله ما فيها دود ولا حاجه، ده انا منضفاها بالوحده. انا بفتح الحاجه قبل ما اشوفها، لو فيها دود هتترمي على طول. فدي هحطها على البيض بقى، مش اومليت، بيض عادي بالجبنه، يعني طبقين في طبق يعني. يا حبايبي كده السمنه ساحت، هننزل بالبيض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. نحاول نفتح الصفار كده كده، نخلطه كله في بعضه تمام، ونحط عليه الايه الجبنه اهو، لان الوقت اتاخر بصراحه، وايه انا شكلي مش حلو يعني، فانا مش جهزت الفطار دلوقتي، لا شكلي مش ظريف، وانا واخده الدواء من الساعه 7 المفروض كنت اكل، فلا الدنيا ايه، الدنيا جميله خالص اهو. هنا طبق البابا غنوج اهو، بس هرش رشه زيت زيتون على الوش، وهسخن عيش وخلاص على كده. ادي فطار النهارده يا حبايبي، يا رب يكون عجبكم. اسرع فطار يعني ممكن يتعمل. كل جمعه وانتم طيبين، يا رب يا رب دايما نعمل الاكل ونعمل الفطار مع بعض واحنا مبسوطين ومتهنين يا رب وسعداء. اترككم في عنايه الرحمن، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسونيش اشتراك في القناه وشير ولايك.